مرحبا بكم مطبخ ماما، شرفتوني نورتوني في قناة متواضعة. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام ونقولوا وصفتنا اليوم اللي هي لازانيا. مكون واحد عملنا زوج أطباق، طبقين أنا عماه. لازانيا هنايا صوص خاثرة الله يبارك والله الله عليها. شوفوا كيفاش مجمرة، شوفوا داك لاصوص ربي يبارك لي عاقدة كامل نحبوها هكا، شهيتكم في الجنة. شوفوا وهنايا اكيد كغاتان، حتى لا بيشاميل من لاصوص تاعها خدمناها بزاف بنينه. يلا نقسم معاكم تشوفوا كيما قطعتها، جات ما شاء الله الريحه تشهي، شهيتكم في الجنه. جربوه ما تندموش عليه. شوفوا لاصوص هذيك شربتها كملت طيابها، جات مجمره الله الله. جربوها وما تندموش عليها. يلا ندخل المطبخ ونشوفوا كيفاش خدمنا هذه الوصفة. على بركة الله في وصفتنا اليوم لازانيا كما شفتوا، طريقة سهلة خفيفة والبنة بزاف واعرة. جربوها وما تندموش عليه. أي نوع، أنا عندي هذا النوع ماشي إشحار، ولكن نحب نقول لكم واش درت. بسم الله. حاول نقول نديرها معاكم حتى اليوم باش كتبت. الماء غليته او يغلي، درت له ورقه رند، سنة توم، مغرف زيت وملح. دائما لي بات تاعنا نقول لكم ما طيبوهمش غير في الماء. بسم الله. السر تاعها هو انه تحطي بالوحده، ماشي كيما المقارون نرمو كامل باكي ولا كيما سباغيتي، لا تبعي معايا دوك تشوفي. وميم طون نديرو المرق هكذاش ما نطولوش، فهمتوني. في المرق نحطو مغرف تاع زيت. بسم الله. مغرف تاع اكل تاع زيت. واش نديرو فيها؟ القرن تاع الحار هذا مغسول نحطوه. هنا عندي حبه بصله ماشي كبيره متوسطه مع 4 سنات توم قشيتهم. فوالا خليهم يتحمسوا. دائما التحماس نقولكم هو اللي يعطينا البنه للطبق. هنا نزيدو لي بات. فوالا غير تشوفوها يعني درت هكذا شغل ترخى تولي مرخيه. ديري الثانيه، هذه الطريقه الصحيحه والسليمه كما يقولوا. فوالا تشوفوا هذه يعني يدك من ويدك من. متنساوش بلي حيطيبوا معنا مع لاصوص، يعني ما نغليوهمش بزاف. عندهم 7 دقائق ما تزيديهمش، تحسبي لهم. زيدو الثالثه وهي رايحه. المرق قلنا درنا فنجان، يعني هي مغرف تاع اكل زيت نباتي. تحبي ديري زيت الزيتون هنايا ديريه مباشره مع البصله، ما تخليش الزيتون يسخن، هذا ما كان. الزيتون ما يسخنش، يسخن يولي ضار، ولكن تحطيه مع البصله مباشره معليش. حنا درت 4 سنات توم حتى 5 سنات على حسب الكميه. حبه بصله ما تشي كبيره قشيتها. قرن تاع حار. نخدو البصل. السر تاع البنه تاع الصوص البصل لازم يذوب، ما تقلقيش عليه. يلا راكي تغلي ومامتو راكي تحركي في البصل تاعك 7 دقائق وتنحيهم. البصل تاعي بدات تذوب، البنه كامل كي البصل تاعكم تذوب وتقعدي تحركي باسكو فيها الثوم باش ما تحرقناش. هذه ملاحظه مهمه. دوك واش ندير؟ عندي 2 حبات طوماطيش متوسطين، نحيت لهم القشره ونسيتهم في البغا ميكسور. وعندي مغرف تاع اكل طوماطيش مصبره. ثاني تخليها هكذا، تخلطيها بيان. صوص طوماط تهبل. لازانيا بالمرقاز اكيد تسيبوها غير في قناه مطبخ عمار. جربوها ما تندموش عليها. من زمان كنت نديرها، اي حبيت ان هاد المره نديرها معاكم. مرات نديرها بدنداشي، بكري كنت نديرها بالحمر حيتانيت جبنينه. وعندي بنت خويا ربي يبارك اميره ساكنه في فرنسا، مزوجة تما ربي يهنيها ويسعدها، هي كانت مشهوره في العائله بلازانيا بالحمر حيت فريمون كانت تجيها بنينه بزاف. كل ما ياكلوها وليداتي يتفكروها طاطا امينه، كنا كنروحوا هي طيبها لنا. فريمون تسلم ايادي امينه. بيزو عمتو. فوالا
والله كون كيقني كون نبعث لك الرفيس، ولا شتي واحد طالع لفرنسا نبعث لحبيبتي ما كاش مشكل. ولا في كومونتير كي قلتي لي هكذاك الدمعه طاحت لي، على بالي تحبيه وتحبي تاع عمتو بزاف، على بالي تحبي خدمه تاعي تاع التقليدي بزاف. فوالا الطوماطيش هكذا نخليوها مع البصل، نغطيوها دوكا، نسولها على النار، نخلوها تحمس مليح. الكميه الاولى 7 دقائق طاحه خلصت. دائما هكذا كي تغلي تشوفوها طرات شويه زيدو الثانيه. لاصوص طوماط تاعنا بسم الله هي سخونه تحمست بالطبع. دوك واش عندي هنايا؟ غصن معدنوس، غصن قزبر، غصن واحد يكفيا. واش عندي تاني؟ عندي زعتره، عندي ورقه رند مغسوله، الملح ما نكثرش بزاف باسكو عندنا فرامج وعندنا المرقاز، عندي مورف صغيره تاع قهوه عكري، هذا راس الحانوت الاحمر يعني تاع المرق الاحمر، عندي هنا رشه صغيره تاع فلفل اسود، وعندي هنا زعتر شويه زعتر. هادو هما لي زيبيس تاعنا. هنا في هذه الحاله ندير شويه ماء سخون مادام درت لي زيبيس شويه برك بسم الله، نخلي كلشي يتحرج مليح، مرق عليه الكلام صدقوني بنه بنه. هنايا هكذا فوالا نغرقوا عليه على الاقل 5 دقائق واحده اخرى باش نمرقوا. هذا هو السر قلت لكم تاع المرق. ندير الزبده في البلا اللي حندخلوا فيه الفور فوالا، نبداو نستفوا فيها بسم الله. طريقه سهله بسيطه وهي هكذا سخونه بسم الله، كي سخونه بزاف راحي معاها غير بالعقل فوالا. محبيش نرمي عليها الماء باش تكمل طيابها في الكوشه فوالا. برك وجدتها برك الصوص مازال ما طابتش مي حنا تكتري ديري قليل انت والموجود، انا ندير على حسب الموجود اللي عندي فوالا. نروحوا المرق تاعنا دوكا في مقله ندير 4 مغرف زيت، 4 مغرف زيت فقط تسخن. عندي طوماطيش صغيره نخليها هكذا نحيلها غير الفوقانيه تاعها، والثوم شوف كيفاش قطعته نحطهم سوتي هادو بوغ ديكور. واش ندير لهم لي زيبيس؟ ملح بسم الله، فلفل اسود وكمون فقط راكم نجيبكم تشوفوا، وكمون اكيد وسوتي هكذا فوالا. هذا ما كان بنه بنه تخلطوا باش الثوم تاعكم ما يتحرقش. غزال سي بون خليتهم بسم الله. دوكا واش نديرو؟ ما نمرقش قباله، ندير المرقاز ديالي كل وحده شحال تحب دير، يعني ما تقيديش بالحبه ولا 2 ولا 3 انتي واش عندك. حنا المقله دائما نحركيوها فوالا بنه بنه بزاف. طبق هذا ديروه تندموش عليه والله. نجي دوك نبدلها باسكو ما ترفدليش هي صغيره اللي غليت فيها دوك نرجع فيها لاصوص فوالا. راهي واحد الريحه يا ريت تكون معايا بسم الله. نمرقوا الماء سخون كما قلت لكم بسم الله. نحتاج المرق غازيان غزال شرب المرق لازانيا تشرب المرق يعني مرقي ما تخافيش لي باتي يشرب المرق. تحبي تقطعي لها من الحار قطعي لها، انا درتو هنا في المرق افضل ياكلوه لي هكذا في المرق. وحبيت البنه ديالو تاني زيد المرق نحتاج هذه الكميه كامل نغطي عليه خليه يطيب والله. هذا غير سوتي يدير داك اللون شباب نطفيو عليه نطفو
صفوهم الكسكاس، يعني خلاص قطروا، حطوهم في سنيوه مكسلين هكذا باش يجيكم ساهلين وما يتكسروش معاكم. هذه كنصيحه. شوفوا، وما تشلوهمش بالماء، خليهم هكذا راهم مزيتين. افضل وافضل يقعدوا دافين باش ما يكون لهم الماء يعاودوا، يعني ما يكملوش طيابهم، لازم يكملوا طيابهم هادو. يلا في طنجره واحده اخرى نديروا مغرف تاع زيت، بسم الله، ومغرف تاع مارغرين. كأنك كي تخدمي في بيشاميل. مارغرين تاعنا الذوب، وندير 2 مغارف فرينه. تحبي 2 مغارف مارغرين مباشره ديري، انا قسمت نحب هكا البيشاميل تاعي نديرها بين زيت ومارغرين، نحس البنه فيها. تقعدي تحركي هنايا، فوالا تقعدي تحركي حتى طو هذيك الفرينه تاعنا تطيب مليح مع الزبده والزيت. غادي هكا تحركي كيما راني نحرك انايا، كما تعرفوا تخدموا بيشاميل ربي يبارك. كي طابت بسم الله نبداو من المرق، نعمل معاه نبداو من المرق، بسم الله. هذه الدفعه الاولى نار قليله، فوالا تتحصلي على صلصه تخفيهاش فقط. هذه قلت لكم لازم لاصوص ديروها بزاف. ودوك نزيد هنا الماء سخون باش نسحق لاصوص. فوالا طريقه سهله. توقف لاصوص تاعي دوك نديرها الماء سخون نغطيها وندير الفرماج. هنا ديري كيما حبيتي، انا ندير 4 ندير 4 ونطفي عليها. اكيد وتحركي الفرن نطفي عليها. يلا هنا ما درت لها لا ملح لا لي زيبيس، علاش؟ المرق فيه كلش. ذقتها جات سوا سوا. بيشاميل بزاف بنينه بالطريقه هذه، جربوها ما تندموش عليها، بنتو منه. فوالا هذه خلاص نطفي، خلي الفرماج يذوب وحده، نغطيه. نديرو الماء سخون لاصوص تاعنا، نديرو الماء سخون بسم الله. طماطيش تاع الباطا راح نزيد مغرفه، نزيد مغرفه، نزيد مغرف. شفتها ماشي حمرا بزاف، لازم دير لاصوص بزاف حمرا. هذاك هو الوجه ديالها. فهادوك الحشاوش هادو نحيوهم خلاص، خلوها طيب مليح. شويه طماطيش هذيك. هذا قطع تاع الفخوماج، معليش كيما دابوش في الكوشه يذوبوا. بسم الله. الطبقه الاولى هذه، هادو فرماج شوفوها كنعبزوها هكذا دايب. فوالا نزيدو لاصوص، نجيبو هذه الطبقه الثانيه. طريقه سهله يعني كامل ديروها هكذا. نزيدو الفرماج تاني. قلت تحبوا ديروا 2 قطع، هنا تحبوا تقسموا كيما هنايا، انا باش تكفيني يعني قلت لكم على بها قسمتو، باقي يجوز 2 قطع لهنا. لاصوص الافا ماشي دركا. فوالا ندير 3 طبقات او 4 طبقات باش ندير المرقاس. ندير قبل 4 طبقات، درت 2 وزيد نكمل 2. الطبقه هذه الرابعه واش ندير؟ ما نديرش فخوماجه، لاكريم بيشاميل هذه صوص طوماط. نحط المرقاز قطعته هكذا باش كي تقسموها تجيكم سهله. هنا حشي قد ما حبيتي، وخلي التزيين اكيد، خلي الوجه. فوالا نزيد نغطيوها، نزيد نديرو 4 كيما تقبيل 4 نفس الطريقه، فرماج بيشاميل حتى نكملهم. شوفوا الوجه كيفاش نديرلو. فوالا هذه طريقه سهله. الطبقه الاخيره هذه الرابعه، حنا لحقنا الثامنه، اسمها 4 من تحت 4 من الفوق. ندير لاصوص مباشره،
الكوشة راهي سخونة، كي بديت نخدم درتها تسخن باش نكمل مباشرة نعملها طيب. هنا نرقوها. شوفوا على بالي قلت لكم تحتاجوا بزاف المرق، تبعوني فقط. شوفوا باسكو لي بات ما راهمش طيبين مليح، 7 دقائق بك طيبتهم. كاين نوع طري كاين نوع يابس. شوفوا دوك نقول لكم كيفاش تحبسوا. فوالا راني غمرتها كامل، غمرتها. دوكا واش ندير؟ ما ندير لها والو، نخليها كيما هكا ما نغطيها ما والو، نديرها في الفور. كي تبدا هي تنشف تما ندير لها المرقاز والفرomage. يلا نردوها الفور مع بعض. خلاص البلا تاعنا دخلناه الكوشه، فلفل نحيتو، نحيت حبيبات مرقاز باش نزين بهم الطبق. انايا خليت قعدوا لي يعني 3 نديرهم اونصاص. هنايا قطعيهم كيما حبيتي، طويل ولا صغير ولا، وحطيهم يطيبوا لاصوص. سما درتي هنايا طبق في الفور كغاتان بيشاميل الله، وهذا اونصوص يطيب في الطنجرة. فوالا كيهم كيما كل المعجنات عادي كي نديرو في لاصوص دائما نحركوهم باش ميلصقوش وخليهم يطيبوا كملوا طيابهم في لاصوص. كي تكون في نص طياب لاصوص تاعها فوالا افضل من تغطيوها ساعه هكذا باك بنعرف. ولاصوص شوف ربي يبارك ديروها على الوجه، كنتي مزروبه هكذا ما تغطيهاش، كنتي ماشي مزروبه غطيها. المهم ساعه هذيك لاصوص عاودي ديريها من الفوق. هذا مكان ونخليها تكمل طيابها. بسم الله شوفوا ربي يبارك. خلاص هنا نطفو عليها، خلاص جمرت معنا ولازم تقعد فيها لاصوص، لازم ماشي كيما المقارون ناشفه. هذه نطفي عليها. جبتها من الكوشه. واش ندير؟ حاجه الاولى نربي قبل فرomage. انا عندي سبيسيال بيتزا، نتوما ديروا اي نوع عندكم، كل وحده والمقدور تاعها. كنت ندير فيه في طبقات، كنت نقسم فيه هكذا. دوكا تاني نقسمو، واللي عندها بزاف دير قطعه مباشره قلت لكم قبيله. فوالا دوك واش ندير المرقاز تاعي بطريقه سهله، ولكن البنه بزاف واعره. الطماطم تاعنا فوالا درناها قبيله سوتي بالكمون كما شفتوا، هاي واحد الريحه واش نقول لكم. فوالا هكذا. دوكا هذاك الحار عادي نخلوه تاني يتحمر معاهم، وهذاك الثوم نحطوه هنا. فوالا نردوها تتحمر فقط في الكوشه، نطفو من تحت. دوكا البلا تاعنا من الفور ربي يبارك شهيتكم في الجنه، مجمره الله الله ومحمره. لازانيا في الكوشه. شفتوا مكون واحد اللي هو لازانيا عملناها طبقين، طبق هنا اونصوص بزاف بنين خاتر، وفي الكوشه. ان شاء الله الطبق اليوم اعجبكم، يعني وصفه بوصفتين. يلا سلام، تهلاو في روحكم، مع السلامه.